في زراعة تانية بتساهم في سوق التصدير في مصر، وهي زراعة الموالح، البرتقان والليمون والعيلة دي كلها. ومصنع أجرو هو واحد من أكبر المصانع اللي بتصدر الموالح للعالم كله، والمصنع كله مجهز لتحضير الموالح للتصدير. بيجي لي الشغل عن طريق موردين ومن جميع مزارع مصر. بيبدأ الشغل يجي لي على رصيف الخام. بيبدأ ان هو افحص الشغل عن طريق مهندس الفحص المسؤول. بياخد عينات عشوائيه من العربيه، بياخد عينه من نص العربيه من اخر العربيه. طيب الثلاث بنات دول بقى بيعملوا ايه؟ ده فرز المبدئي. بيجي لي البرتقال طبعا من المزرعه، بيبقى مقصوص بطريقه معينه، فهي بتشيل قص العالي مع لو في حبايه معفنه موجوده في الصندوق او حبايه مكسوره بتستبعد مع الفرزه دي. هل دي ميه بس ولا دي ايه يعني احنا اول غسيل للبرتقال ده بيبقى ايه؟ في تحت البرتقال الفرش زي ما انت شايف حضرتك بتلف كده. الصابون بينزل، بيبدا الفرش تلف، فبتغسل الحبايه كويس قوي بحيث يبقى الحبايه خاليه من اي مشاكل فيها يعني او اوساخ او اتربه. بدأت زراعة البرتقان في منطقة في جنوب الصين وشمال الهند، وأول ذكر للبرتقان كان في الأدب الصيني سنة 314 قبل الميلاد. مين كان يعرف إن العرب هم اللي ادوا للبرتغال اسمها، بما إنهم كانوا ملوك التجارة، هم اللي نشروا البرتقان. وقتها لقوا بلد جوها مناسب جدا لزراعته، فسموها بلاد البرتقال، اللي مع الوقت اتحولت للبرتغال. خش على مرحلة التطهير. في مواد كيماوية شغالة في جميع محطات تصدير الموالح في مصر وبره مصر برضه. بعد ما نخلص مرحلة التطهير بنخش على مرحلة التجفيف. حلو. ان انا بمتص اي ميه او اي بواقي مطهرات على الحبايه. يعني هو السفنج ده بكر سفنج كله سفنج سفنج بيمتص. بينشف وفي عصارات تحت بتعصر السفنج بحيث تنزل الميه اللي فيه ويبدا يسحب تاني من فوق وهكذا. هو بيلف كده بالظبط. حلو قوي. الطريقه دي مرحله اولى للتجفيف. دي مرحله الاولى للتجفيف. طب المرحله الثانيه؟ تجفيف بقى حراري المجفف بالهواء نفسه الساخن. المجفف بيبقى مظبوط على درجه حراره مثلا 44 45 بحيث يطلع من المجفف الحبايه جافه تماما ما فيش عليها اي بواقي مطهرات او اي حاجه. الفرزه دي شغاله بتشيك على الفرزه اللي قبليها. حلو. في موضوع لو في حاجه قص عالي معديه او في عيوب بطلعها من هنا او خضار بنسبه عاليه على حسب الاوردر اللي هم بياخدوه. بيبدا البنت تتعامل مع الشغل اللي قدامها. باشمهندس احنا بعد ما خلصنا موضوع الشمع، بس محتاج افهم من شويه ليه بنحط شمع، وهل الشمع ده عادي انك انت تستخدم برتقال بيه ولا لازم تعمل زي تعليمات ان الشمع ده لازم نغسله؟ يعني فهمني موضوع الشمع ده وليه بنعمله؟ الشمع ده فايدته ايه؟ الشمع ده بيقفل لي المسام بتاعه البرتقانايه او الحبايه، فبيقلل معدل التنفس بتاعها، فعشان تديني فتره صلاحيه اطول ان هي تستحمل معايا السفر لفتره طويله. حلو قوي. خلصنا الشمع وجففنا تاني وبعدين عملنا مرحله فرز نهائيه وبعدين دخلنا بقى على الاختراع ده. اول حاجه بيمر بغرفه الكاميرات. حلو. غرفه الكاميرات دي سكان للحبايه، بتاخد لقطات تمام حوالي 6 7 لقطات في الثانيه. بيعرف الحبايه دي فيها عيب ايه، هيحذفها في الدرجه الثانيه ولا في الدرجه الاولى ولا يرميها فرزه، وهي حجم ايه اصلا يحطها في انهي حوض من الاحواض دي. يعني هو بيمشي وبيرمي كل برتقانه في الحجم بتاعها. هو بيقرا الحبايه وبيبعت اوردر للجهاز الموجود عندي هنا اللي بيرمي الحبايه في كل خط في الحوض بتاعها. فبالتالي بنيجي يعني هنا كل شويه برتقان موجودين هو نفس الحجم بالظبط. ورامي درجه اولى، ادي درجه اولى وده درجه ثانيه.